السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غيكون عباره عن وصفه طبيعيه فعاله بمكونات اللي هما طبيعيين وفعالين للقضاء على الكلف. بالنسبه للكلف اللي كندوي عليه هو الكلف الحمل، بالخصوص طبعا كلف الحمل هو اللي هو كيظهر على على شكل بقع داكنه في المناطق ديال الجلد في فتره الحمل، وكاين اللي كيكون كيبقى معاه واخا تولد كيبقى مرافق هذاك التصبغات الكحلين، وكاين اللي كيتحيد له طبعا بدون كريمات وبدون عنايه بلا ما نستعملوا شي حاجه باش تحيد. بالنسبه للاسباب اللي كيجي الاسباب ديال الكلف اللي كيجي في الفتره ديال الحمل كي واحد 100% بسبب تغير الهرمونات في الفتره ديال الحمل، وزياده ديال الانتاج ديال الصبغه الملايين في البشره، وكثره التعرض للشمس في الفتره ديال الحمل كتخترق ديك الاشياء ديال الشمس كتخترق الصبغه ديال الميلانين الموجوده اللي في الانسجه، وكتسبب التغيير ديال اللون ديال البشره ديالنا. في الغالب الاحيان من بعد كي قلت لكم كترجع البشره من بعد الولاده عاديه بحال اللي كانت، وكاين واحد النسبه اللي هي قليله كتبقى معها ما كيتحيدش هذاك البقع داكنه، ما كيتحيدوش كيبقاو مرافقينها. اليوم جبت لكم كي قلت لكم بواحد الوصفه اللي هي فعاله باش تقضي لنا على هاد التصبغات اللي تحيدها لنا، ولكن يجب استعمالها بشكل يومي حتى تبان لنا النتيجه. تبدا كيتقلل ديك التصبغات الكحلين كيبداو يتحيدوا، ديك الساعه يمكن لينا نقصوا شويه من التطبيق ديالها على الاقل واحد جوج مرات ديك الساعه في السيمانه. ولكن في الاول ضروري في ديك الاسابيع الاولى واحد 2 او 3 سيمين خصنا نستعملوها بشكل يومي باش تقدر تعطينا نتيجه. واي حاجه لا بغيتي تعطيك نتيجه ضروري خصها المداومه. بالنسبه للمكونات اللي غادي نديروا بها نحضروا بها هذا الماسك ولا هذه الوصفه اللي تقدر لنا على الكلف، هو الزعفران الحر. هو المكون انا بالنسبه لي المكون الرئيسي والاساسي، كاين بزاف طبعا ديال المكونات اللي يقدروا لنا على الكلف. بالنسبه لهاد المكونات اللي اختاريت انا يقدروا يصلحوا لجميع انواع البشره. كاين اللي بعض المكونات اللي ما تقدروش يداروا اي بشره، خاصين بواحد النوع من انواع ديال البشره. عندنا كي قلت لكم زعفران الحر، وعندي بياض بيضاء. انا ما غاديش نستعملو طبعا كله، غادي ندير واحد الكميه اللي هي قليله، وغادي نستعمل الطحين ديال الارز. الفوائد ديال الزعفران كيحتوي على البوتاسيوم، هو مصدر ضروري لتشكيل الخلايا ديال البشره، وكيصلحها كيحسن النوعيه ديال البشره بشكل ملحوظ. كيعمل على تبييض وتفتيح والتخلص من التصبغات والبقع الداكنه، وكيوحد لينا لون البشره ديالنا، وكينشط الدوره الدمويه. وبالنسبه للارز كيساعد على التبييض وتلطيف وتنعيم البشره، وكيقشر الخلايا ديال الجلد الميته، وبالتالي كينعكس على صفاء البشره. غادي نستافدوا منه بزاف في هاد الوصفه ان شاء الله. وبالنسبه للبياض ديال البيض كيشد وكيصغر المسامات اللي كيكونوا كثيره كبيره في البشره ديالنا، وكيحد من زيوت البشره الدهنيه، كيحارب الاثار ديال الحب الشباب، وكيزيل الاثار ديالها. غادي ينفعنا بزاف في هذه الوصفه. كيساعد من التخلص من الرؤوس السوداء، وكيقلل من ظهور التجاعيد. بزاف ديال الفوائد بالنسبه للزعفران، وبالنسبه للبياض البيض، وبالنسبه لطحين الارز، وليني ما نقدروش نقولهم كاملين باش يجي لنا شويه فيديو قصير باش كلشي يقدر يكون بامكانه انه يشوف الفيديو. غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه لأنا زعفران درتو في شويه كيكه ديال الماء باش طلق ليا مزيان قبل بنص ساعه باش نقدر نستافد منه اكثر. شحال ما خليناه الوقت اطول شحال ما كان الاستفاده منه اكثر. انا غنخليه بحال هكا، ما غاديش نصفي الماء، وغادي نديرو في الوسط بحال هكا باش نستافد منه اكثر. وعندي هنا كي قلت لكم البيض ديال البيضه. انا ما غاديش نستعمل كنظن هادشي كله، ندير على واحد شويه باش ما يجينيش واحد الخلطه اللي هي كثيره. وغادي نديرو طحين الارز اللي انا طحنته في الطحانه، نطحنوا بها العطريه، وانا طحنته مزيان. الا كان ما مطحونش مزيان من الاحسن انه يتغربل. انا طحنته مزيان ما كاينلاش. كي قلت لكم هاد الوصفه راها فعاله وغادي تنفعكم. طبعا اي وصفه ضروري خصها المداومه، ضروري المداومه باش تقدر تعطينا نتيجه. غنخلطوا مزيان هاد الابيض مع هاد طحين الارز مع الزعفران الحر طبيعي. هاد الزعفران راه مفيد بزاف للبشره. وبالنسبه للكلف اللي كندوي هاد الوصفه ماشي الكلف اللي كيجي في فتره الحمل بوحدو، بالنسبه للناس اللي كيتعرضوا بزاف للاشعه ديال الشمس
وكيخرجوا فيهم واحد البقع اللي هما سوداء في البشره ديالهم. بامكانهم بامكانهم انهم يستعملوا حتى هما هاد الوصفه، راها زوينه وفعاله وكتقضي لينا على الكلف. نزيدوا شويه ديال المهم ديروا الكميه اللي غادي تكفاكم. هما نبقاو نخلطوا فيها تنحصلوا على واحد الخلطه، واحد الماسك اللي نقدروا نطبقوه على لابو ديالنا. ديما اي وصفه طبيعيه قبل ما نطبقوها على البشره ديالنا ضروري خص تكون البشره نقيه مغسوله مزيان، وعاد نديروا عليها الخلطه. ومن بعد ما نديروها على البشره ديالنا، المهم ها هي شحال ما حيت راه مازال غادي تشرب، غنخليها واحد شويه من بعد راه غادي تشرب، ما غيبقاش بحال هكا. يعني كتعرفوا الارز غادي يشرب شويه، ما غتبقاش الخلطه جاريه. وديك الساعه غادي نطبقوا على لابو ديالي بشكل دائري بحال هكا. واخا هاد الخيوطه ديال الزعفران، راه الزعفران كيف كتعرفوا راه مفيد 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 بزاف، وراه غالي الثمن ديالو راه طالع. المهم كيطبق على هكا بحال على البشره، وكنخليه واحد 25 دقيقه حتى 30 دقيقه على البشره. من بعد كنغسلو بالماء فاتر، ومن بعد كنعاودو بالماء بارد باش نستافدوا اكثر. ديما من بعد ما نقوموا يعني نديروا شي ماسك اللي هو طبيعي على البشره ديالنا، من بعد ما نغسلو ضروري خصنا نرطبوا البشره باش ما تنشفش لينا وباش ما تهيش. وبالنسبه لطرق الوقايه من كلف الحمل، هو دائما نحرصوا على الاستخدام الواقي ديال الشمس باش يحمينا من الاشعه ديالها. وضروري نشريو النوع اللي كيحتوي على نسبه الحمايه عاليه، بدايه من 80 فما فوق. ونحرصوا يعني على تنظيف البشره ديالنا منه قبل وضع طبقه جديده كل 2 حتى 3 ساعات، يعني حسب يعني الدرجه ديال الوقايه. يعني مثلا الا كان عندنا ديال 50 جوج مرات، الا كان اقل خصنا اكثر، الا كان 80 مره واحده راه كافيه. ويعني على حسب يعني النوع ديال واقي الشمس اللي عندنا. وما نستعملوش الصابون اللي يعني العادي اللي كنغسلوا به البشره، يعني حيت يقدر يسبب لنا في الجفاف وتهيج ديالها. ونستخدموا الصابون الطبي ولا الغسول ديال البشره المخصص يعني البشره ديالك، واللي كيحتوي على نسبه يعني ديال الترطيب وكيقشر لنا البشره ديالنا. وما نساوش النظاره الشمسيه، النظاره ديال الشمس اللي باش تحمينا الوجه حول العينين من الاصابه يعني بالكلف الحمل. ونستخدموا الكريمات المرطبه من بعد ما كنتعرضوا للاشعه ديال الشمس باش تقلل لنا من الاضرار ديالها. المهم كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. بالنسبه لهاد الخلطه يمكن لينا نستعملوها، ماشي ضروري تكون المراه يعني الحامل، يعني المراه اللي خرج لها الكلف يعني من بعد الولاده ولا في الحمل ديالها، تقدر تستعملوا اي وحده يعني عندها تصبغات يعني سوداء في الوجه ديالها بسبب الاشعه ديال الشمس. يعني راها وصفه راه فعاله. هانتوما كيفاش كتشوفوها نتوما راه بدات كتجمع، يعني بدا الارز كيمص امتص الماء اللي كان عندي اللي درت رقت فيه زعفران الحر. المهم الخلطه راه هي هذه، كنتمنى تجربوها، راها وصفه فعاله. وديما كنوصي وكنأكد انه باش تعطيك نتيجه اي وصفه طبيعيه ضروري خصها المداومه. وبالنسبه لهاد الوصفه اعيد واكرر انها خصها تستعمل يعني باش تعطيك نتيجه يوميا اجور نديرها. من بعد ما تعطيني النتيجه نحس بانه الكلف بدا كينقص ليا، ديك الساعه يمكن ليا نقلل من الاستعمال ديالها، نديرها 1 2 مرات ولا 3 مرات في السيمانه على قد الاستطاعه ديالي. يعني وبالنسبه للمكونات ما تخافوش، راه ماشي شي مكونات اللي هما ضارين او يعني يقدروا يضروا لنا البشره ديالنا. طبعا اذا ما نفعوهاش راه ما غاديش يضروها. كي قلت لكم كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه، وكنتمنى انكم تستافدوا منها وتجربوها وتلقاو عندها. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، وصفه جديده عفوا ان شاء الله.